دايماً بنسمع الجملة دي في أي جريمة: إحنا مستنيين تقرير الطب الشرعي، كأن التقرير ده هو القاضي اللي بيحدد مين بريء ومين مذنب. بس يا ترى العلم ده بيعمل إيه بالظبط عشان تبقى كلمته مسموعة للدرجة دي؟ تعالوا نعرف الحكاية. الحكاية بدأت زمان في 1887. الكاتب آرثر دويل اخترع شخصية شيرلوك هولمز اللي بيحل القضايا بالمنطق. وقتها كان الطب الشرعي علم ضعيف جدا ومحدش بيثق فيه. لكن في 1959 العالم والواقع اتغيروا، وأمريكا اعترفت بيه رسميا كعلم يعتمد عليه في القضايا المصيرية. أول ما بتحصل جريمة الترتيب بيبقى صارم جدا. بنبدأ بالجثة ساعة الصفر عشان نحدد وقت وسبب الوفاة. بعدها نأمن مسرح الجريمة ونجمع الأدلة، ونفرغ الكاميرات عشان نشوف خط سير الضحية والجاني. وأخيراً المعمل عشان تحليل DNA والسموم. عارفين إن الجثة بتتكلم؟ من خلال حاجتين: تجمع الدم اللي بيعرفنا لو الجثة اتحركت من مكانها، وتصلب العضلات ريجور مورتس. لو العضلات منبسطة يبقى الوفاة من أقل من ساعتين، ولو متصلبة بنعرف إنها حصلت من فترة أطول. في فحص أدق وهو درجة الحرارة. القاعدة بتقول إن جسم الإنسان بيفقد 1.5 درجة كل ساعة بعد الوفاة. يعني لو الطبيب لقى حرارة الجثة 34 وهي الطبيعي 37، يبقى الجريمة حصلت من ساعتين بالظبط، طبعاً مع مراعاة حالة الجو والبكتيريا. السؤال التاني المهم: هل دي جريمة؟ الطب الشرعي بيعمل تشيك ليست، بيدور على سموم في الدم، آثار مقاومة أو خنق أو أداة جريمة في المكان. لو مفيش أي حاجة من دول، القضية ممكن تتقفل وفاة طبيعية. ليه أول قرار للبوليس هو الشريط الأصفر؟ عشان تشميع المكان ده هو اللي بيحمي الأدلة الخفية من الضياع، وبيسمح للخبراء إنهم يدوروا على السكينة أو البصمات براحتهم وبدقة. بعد المكان والجثة الدايرة بتوسع. بنفرغ كل الكاميرات المحيطة عشان نتتبع خط سير الضحية، والهدف الأساسي هو اكتشاف الظل. مين اللي كان ماشي ورا الضحية وبيراقبها؟ لو القاتل فاكر إنه لما يمسح الدم بالمنظفات كده هرب، يبقى غلطان. بخلطة سحرية من الفينولفتالين والبيروكين مع أثر الهيموجلوبين المخفي، الدم بينور بلون وردي ساطع حتى لو اتغسل ب100 منظف. الطب الشرعي مش بس بيحلل دم وبصمات، ده بيقرأ عقل القاتل. من طريقة التنفيذ بنعرف هل هو مريض نفسي؟ هل الدافع انتقام ولا سرقة؟ وده بيضيق دايرة البحث جداً. بس لازم نكون صرحاء، العلم ده مش معصوم. في 2015 ال FBI عملت مراجعة لقضايا اعتمدت على الشعر والDNA، واكتشفوا مفاجأة مرعبة: 96% من العينات دي اتحللت غلط ودمرت حياة ناس أبرياء. عارفين إزاي البريء ممكن يتظلم؟ بسيطة. شعراية منك وقعت على كرسي، القاتل قعد على نفس الكرسي فلزقت في هدومه. القاتل راح عمل الجريمة فالشعراية وقعت هناك. مبروك، بقيت انت المتهم الأول. عشان كده الدكتورة روث بتقول إننا محتاجين نقلة حقيقية. مش كفاية نعرف الدليل ده بتاع مين، المهم نعرف هو وصل للمكان ده إمتى وإزاي. المستقبل لازم يركز على السياق الزمني. في النهاية اتعلمنا إن العلم هو البطل في التفاصيل الصغيرة، وإن مفيش جريمة كاملة مهما حاول المجرم يخفي أثره، والكمال لله وحده. لازم نطور أدواتنا دايماً عشان نمنع الظلم. لو الموضوع عجبك وبتحبوا تعرفوا أسرار العلم والتكنولوجيا، خليكم معانا، لأن الكلمة الأخيرة دايماً للعلم. نوع ساينس AI هتخليكم تكتشفوا عالم مبهر كل يوم. اعملوا متابعة للصفحة. مع السلامة.